طيب شبابنا، اخبار يا رجاله. بص هتلاقي حاجات بس بتتحرك. يعني دي اول مره من يوم ما بدات يوتيوب يبقى عندي الحوار ده. الحقيقه من اول ما بدات وانا عارف ان انا راجل بتحرك كتير وبفرك، وما ينفعنيش القصه دي ان انا اقعد بقى على حاجه واقعد. فرحت جايب ماك بوك على طول 2016 لو فاكرين، عملت فيديو عنه فضل معاه الصراحه وشغله زي الفل. وبعدها ب4 سنين قمت جايب ال 2020 واشتغل، والصراحه فرجت عليه جامد وطحنته من 20 ل 2024. كنت اغير بقى كل 4 5 سنين كده، بقوم اغير وجايب الجديد. جيت اشتري الماك بوك الاخير بقى على الامات بقى، ما كانش ده ام بقى، ده كان الماك بتاعي الاخير كان انتل. دلوقتي بقى في امات وبتاع، لقيت الحاجات بقت غاليه قوي، وطبعا الجنيه والحوارات والبتاع. فبص لقيتني داخل في 200,000 جنيه مثلا ولا 170,000 جنيه عشان اجيب ماك بوك ام 4 برو محترم زي اللي كان معايا. فطبعا معلش يعني برضو بيني وبينكم ما احناش لاقيين فلوس في الارض يعني. في نفس الوقت بقى لقيت ابل منزل ماك ميني قد كده اهو، ام 4 صفقه، والناس كلها بتتكلم عنه، كل عمال يقول لك ده احسن صفقه في الكوكب ومش عارف مين يا جدعان ده شكله صفقه ده. طب ما نجرب كده. حلو. كمية حوارات بقى عشان اخد الخطوة دي، كمية حاجات، كمية اشتغالات. الموضوع ما هوش بالسهولة اللي الناس موصلاه لنا كده، اللي هو بتجيب لك ماك ميني ام 4 كده هينقل لك تجربة. اتضح ان في توابع كتير قوي للموضوع لازم تخلي بالك بيها. اولهم بسم الله، قال لك المفروض ان الصفقة الصحيحة اللي تخلي ان الماك ميني ام 4 ده حاجة هي سعره الرسمي 30,000 جنيه. ده الصفقة، ده اللي يخليه اوبشن مهم فعلا. جميل. فين بقى؟ ما فيش والله. في مصر انا لسه منزلش. في الامارات اوت اوف ستوك. في الكويت واحد صاحبي كان رايح الكويت والله من شهر كده، اوت اوف ستوك. ما اصل انا ما ينفعش اجي اقول لك ان الجهاز ده صفقه بناء على سعره الرسمي، وسعر الرسمي على ارض الواقع مش موجود. سيبك كام من العرب الشرق الاوسط خالص. كان في واحد زميلي في الصين قلت له هاتولي وانت جاي، نزل الصين يدور عليه اوت اوف ستوك برضه. طب الجهاز ده يا جماعه جيبه منين؟ معلش يعني ده مع حد بيصاروخ حته رخام. حتى لما لقاه في الصين لقاه زياده عن سعره بتاع 200 300 دولار، فمش هتنفع، مفيش الصفقه. خلاص قلت لا يا جماعه ما حدش يجيب لي اي حاجه من دي، انا عاوز الجهاز الصفقه. خلاص انا قدامي يومين 3 رايح قطر اخلص حاجه، عندي تصوير هناك حاجه مهمه جدا هتنزل الفترات الجايه ان شاء الله. رحت قطر ادور على البتاع، مفيش اوت اوف ستوك. انا عاوز النسخه ال 256 جيجا اللي هي الصفقه اللي بالسعر اللي احنا قلناه. رحت لقيته في مكان بس مفيش ال 256، في ال 512. بكام بقى؟ ب 900 دولار. ب 900 دولار كده. ده ما عادش صفقه يا معلم كده. انت دي طبعا من الحاجات اللي هتضايقنا طول الفيديو، لا عشان فنخلي بالنا. فقلت خلاص انا هجيبه عشان احكم عليك كشيء. خلاص مفيش صفقه دلوقتي، خلاص الموضوع الصفقه دي انتهت، وما اقدرش انصح بيه حد في حته الصفقه دي او القيمه مقابل سعر، لان هو مش موجود بالسعر ده. الموضوع خلصان. جميل. خلصنا الرحله دي ووصلنا، عملت له انبوكسنج ونزلته على انستجرام. ونفس الكلام بالنسبه للسيت اب ده. وانا بعمل كده شاركت الناس بقى تدخل تتابع انستجرام، انت فايتك كتير، وانا مش هقعد اشارك الحاجات دي هنا، ما اعرفش. هنا انت محتاج فيديو اقعد اشرح لك فيه القصه. ماشي يلا يا جماعه، يلا اشتغل بقى، اعمل بقى بفلوس بقى. ما فيش، مش هيشتغل. محتاج لك بقى شاشه، هات لك بقى شاشه حلوه كده تليق بيه بقى. طب تعال نشوف عالم الشاشات نظامها ايه. ادخل على يوتيوب الاقي الناس كلها عماله تنصحني بشاشات ب55,000 جنيه. ايه يا معلم؟ فين ليه هجيب ماك اصلا مينيوم موفر وبتاع واجيب له شاشه بنفس ثمنه؟ انا عاوز اعمل سيت اب ببادجت حلوه عشان اقدر انصح بيه حد لسه بادئ يعمل كونتنت، حد بيعمل مزيكا، حد بيمنتج شركه، مش عارف ايه، حاجه نقدر نجيبها. دخلت لفيت لفه عما لقيت الشاشه دي يا جدعان. ودي مش افضل حاجه، مش اقوى حاجه، لكنها بالنسبه لي هي قيمه مقابل سعر ممتازه جدا.
اكتر شاشه هتقدم لك قيمه مقابل الحاجه اللي بتقدمها لك. شاشه عبقريه، تصميمها حلو جدا، سيملس كده وبسيط، والحواف بتاعته قليله، والستاند شكله شيك، ومن سامسونج. من سامسونج عادي. مش معنى ان انا عندي مشاكل مع سامسونج في عالم الموبايلات يبقى ده يمنع ان انا اشتري منهم حاجه، او ان انا عندي مشاكل معاهم بشكل عام. لا، مشكلتي شرحتها لكم قبل كده مع سامسونج. لكن سامسونج في شاشات شيء ما نقدرش، مش هشخصن الموضوع انا يعني. شاشه حلوه جبتها، عليها طبقه كده مطفيه بتعزق، بتمنع الريفليكشنز لما تيجي مثلا حاجه ترفلكت عليها. بص نفس فيها ستاند كده بيطلع وينزل، وتقدر تقلبها كمان فيرتيكال. تصميمها عبقري، وبتربط بالماك ميني كده. وعلى فكره هي فيها اصلا سوفت وير كامل، يعني تقدر ان انت تشغل عليها بقى ميديا عادي، تعمل تربط بقى، تسجل اكونتك في اي وتتفرج عليها عادي كانها شاشه سمارت. انا ما بعملش الموضوع ده بصراحه، بس هي انا جايبها لغرض معين. ليه قليل بقى وليه سعرها صفقه كده؟ عشان هي فيها كم شويه تنازلات. هي مش اوليد، شاشه مش اوليد. الاوليد منها غاليه جدا، في منها سامسونج برضو شاشات الاس بقى غاليه جدا وما تقدم، يعني مش هذه السكه اللي انا عاوزها للماج ده. انا طبعا اكيد حابب اشتغل على اعلى شاشه وانضفهم، بس هنا ما خلاص السيت اب ده باظ. فهي مش اوليد، هي حاجه اسمها تي اف تي كمان، مش اي بي اس حتى. الكلام ده هيفرق في زوايا الرؤيه شويه والحاجات ده، والالوان بتاعتها مش اعلى الوان في الدنيا. بس قشطه، انا هعرف اكاليبريت يعني الشاشه، وقلت ان وعملتها بصراحه واشتغلت كويس يعني. نفس الكلام، تصميمها بلاستيك، كل حاجه فيها بلاستيك، الستاند مش عارف. هسيب لكم اسمها تحت في الديسكربشن لو انتوا حابين تشتريها. هي من وجهه نظري افضل صفقه للماك ميني وللبادجت سيت اب ده. ماشي خلاص، جبنا الشاشه، يلا بقى عشان خاطري يا اخي اشتغل بقى. انا ما عادش حمل ان انا اصرف. ناقصك بقى ايه؟ كيبورد بقى وماوس كده. رحت جبت كيبورد برضو، انا بدور على صفقات بقى، فرحت جبت الكيبورد ده من لوجيتك ب 100 درهم باين، عشان برضو شكله شيك قوي الصراحه، ويوزابل وبلوتوث عبقري. انا بفهمك ان كل دي مراحل تدوير، انا عمال ادور والف واعمل عشان الاقي صفقه وشكلها حلو مينيمال زي ما انا عاوز. ماوس، قلت بس كان عندي ماوس زمان لو فاكرين، قلت لكم ان هو باظ، دخلت ابص لقيته اشتغل عادي، فده استخدمته ومشيت نفسي بيه. ماشي حلوين الكيبورد والماوس والله، بس في تفصيله اخيره كده، ايه؟ سماعه بقى، تجيب لنا سماعه. الشاشه صوتها تعبان بصراحه، والماك سماعته قد كده. فكان عندي سماعه هواوي عادي بلوتوث عادي جدا، ما ينفعنيش اصلا في قصه المونتاج دي، بس يلا مش مشكله. حلو، نبدا نشتغل يا معلم. بسم الله. انا بحكي لكم قصه الشخصيه بالمناسبه، ما تتوقعوش ان انا هريفيو الماك ميني ده بدقه ومش عارف ايه. انا هحكي لكم قصه شخصيه ممكن تستفادوا منها بشكل او باخر. انا كواحد جايب الماك بوك، ففي حاجات كتير قوي مختلفه. لازم تكونكت الماوس، ولازم تكونكت الكيبورد، والسماعه نفس الكلام، فاهم؟ ولازم الماك ميني يبقى في الكهرباء، والشاشه تبقى متوصله. كل دي حاجات عشان تبدا شغل. زائد ان قصه الماوس انا مش متعود عليها، انا كنت بشتغل على التراك باد في الماك. قصه الماوس دي بطيئه جدا، انا لازم اطلع بالماوس فوق عشان الصفحه واشد واعمل. مش انا في الماك بوك مش بعمل كده بصوابعي، بسويتش بين الشاشات، اطلع فوق اعمل كأن انا بلمس الشاشه حرفيا. قد يبان ان ده دلع طبعا، يا عيني ومش عارف ايه. ده حقيقي ده دلع يا شباب، انا عادي ما عنديش مشكله. بتفرق جدا في التعود. بس مش مشكله يا عم، انا عاوز اجرب تحدي جديد وبتاع، ويلا بينا. بس الفكره كلها ان ليه اصلا القصه دي بقى من الاول؟ يعني بنتعب وبنحاول نتعود على حاجه جديده وبتاع عشان ايه؟ فوق ما انت في الاخر هي نفس القصه، ما انت بنفس المبالغ اللي انت عمال تدفعها دي. انت ايه؟ ممكن نروح معلين الايزو ده شويه. انت ممكن تجيب يابا ماك بوك بقى، خلاص ماك بوك ام 4 ولا ام 4 برو، تزود شويه وتجيبه يبقى معاك اداء خارقه في كل حته، افتح. وانا احتجت ده ليه بقى معلم؟ ليه؟ لان الماك بتاعي اصلح حاله، اول ما شاف الماك ميني جه قال لك بس حانت ساعتي، انا اتكل عليه. ليه يا معلم؟ عادي. لا، فصل وما عادش عاوز يفتح خالص. اجرب كل حاجه في الدنيا، ما يفتح. برد شويه هنا في الروف عشان الجو كان برد، ما عادش قادر يقوم. يا ابن الحلال ليه؟ عادي يابا، انت والماك ميني اصحاب، اشتغلكوا انتوا الاثنين. والله انا بعته
قعدت تصلح وما نشوف ربنا يسهل ان شاء الله يعني يكون تمام. والراجل قال لي ان الشاشه ما فيهاش مشاكل، نشوف موضوع البورد. فاحتجت بقى ان انا اسافر مؤخرا واشتغل في نفس الوقت. مفيش بقى الاوبشن ده، انت صرفت فلوسك هنا يا معلم وماكك باص. لما والله رجعت للماك بوك 2016 خدت معايا ومنتج وانا معايا الام 4 هنا ودافع دم. دي نقطه لابد تخلي بالك منها كويس قوي. على قد ما هي باين ان هي عادي يا عم، ما مش عارف ايه. لو انت انسان بيتحرك وبيفرك زي حالاتي بتاع ده قصه كبيره. طيب الماك ميني بقى معلم نفسه كفكره عبقري طبعا. انت بتتكلم في قطعه بتاع قد كده، صغنطوطه خالص، لا قد ايفونين مثلا، وفيها شويه يو اس بي سيهات على مدخل اتش دي ام اي وخلص الموضوع. انا طبعا كنت جاي من حاجه مش ام اصلا، فاي حاجه مش ام ده سحر. انت هتحس ان انت في ايه مش طبيعي. لو انت جاي من ام 1 مثلا برضو ممكن تحس بفرق كبير جدا. ام 2 لا مش قوي، لا بصراحه ام 2 هو يعني مش بعيد قوي. انا بمأجل الفيديوهات اصلا متصوره بره مصر بالكاميرا دي عشان الكودك بتاعها عالي جدا، ما بعملش فيها اي شغل بسبب ان الماك بتاعي مش قادر يستحملها، مستحيل يعني. بالنسبه لي حاجه، فجبتها يا باشا على الماك مزيكا حرفيا بمنتج على هاي كواليتي عادي. دي حاجه مش طبيعيه بالنسبه لي، خصوصا في جهاز قد كده زي ده. مفيش سخونه، ما بيسخنش، مفيش حاجه اسمها تقعد تهوى عليه ولا تحطه في مكان مش عارف مهره. مش واخد مساحه خالص على المكتب ولا تحت المكتب، ولا محتاج كميه سلوك علشان تشغله. البتاع قد كده الزرار الباور بتاعه في مكان غريب قوي بصراحه، بس يعني ما بستخدموش، هو مفتوح وخلاص. هو في مراوح على فكره من تحت المفروض يعني بسيطه كده، بس ملوش صوت خالص في اثناء الشغل. محتاج فعلا ان انا اجيب ال 512 مش ال 256. بس ده برضو بيخلي الصفقه تقل شويه على فكره، لان ابل مساحات التخزين عندهم فيها مشاكل. علي بس 256 كده تلاقيه مزود لك $200. طب ليه يا معلم؟ الجهاز كله ب $500. اصل بص، مساحه التخزين في اجهزه ابل بتفرق جدا، مش بس ان هي مساحه تخزين، لا هي بتفرق في مساعده الجهاز ان هو يبقى اداؤه كويس. دي حاجه انا اكتشفتها في الماك بوكس بتاعتي. كل ما مساحه التخزين تقل، التخزين مش الرامات، كل ما اداؤه يقل ويبقى بيهنج ومش قادر يتعامل. تديله مساحه يفرد معاه. فلابد يبقى في مساحه حلوه في الجهاز نفسه فاضيه تماما للشغل، كانها رام، اتعامل معاها كانها رام بالظبط. الكلام ده في الايفونات على فكره، في الماك بوكس وفي الماك ميني هنا نفس القصه. هو كجهاز تم صنعه بدون بقى اعتبار ان هو هتحتاج له ايه وهتعمل له ايه. هو ثوره كبيره جدا في عالم الاجهزه المكتبيه. بس انا ايه علاقتي عامل بالقصه دي؟ انا مش انا بره عني عامل الثوره، ربنا يعينكم. انا نفسي ارجع بصراحه لحياتي الطبيعيه، لو كل 4 سنين اجيب لي ماك بوك برو محترم مع شاشه فعلا خطيره. انت هنا بتستغنى عن كل الامكانيات اللي في شاشه الماك بوك، خلي بالك، زي ان هي 120 هرتز، زي ان هي اوليد، زي ان هي بالوان ودقه شاشات ابل. كل ده مش موجود هنا. كيبوردك في التراك باد فيه، عارف يعني ايه؟ عشان اجيب تراك باد البتاع ده هدفع 6000 جنيه عشان ايه؟ ان شاء الله. سماعاتك فيه بيطريه وبتاع، وبتاخد وبتحطه في اي حته. في بصمه، افتح الماك كده احط البصمه بتاعتي، خلص الموضوع. مش لازم كل مره ادخل الباسورد. خلي بالك دي نقطه. هتقول لي برضو دلع يا عم، ما فوقك. بس الشيء المخيف بالنسبه لي بقى في القصه دي اللي كنت بكلمكم عليه من شويه، ان انا اصلا ملدوع لسه من 2016 ماك بوك، ومات مني بعد 4 سنين، مات قفل. ونفس الكلام الماك بوك 2020 مات مني بعد 4 سنين، بيموت، بيقفل، وتروح بقى تصلحه. ولما بتصلح بيحصل فيه بقى مشاكل كتير قوي، بتلاقي البطاريه بتسرب وتلاقي بيفصل منك. اتمنى يكون كان موجود في معالجات الانتل وكده مثلا، والامهات تصلح فيها الموضوع ده. ما اعرفش، انا الوحيد اللي بيحصل معايا الموضوع ده يا جدعان. ما تشوفوا، اكتبوا لي في التعليقات لو حد معاه ماك بوكس وحصل له الموضوع ده. فبس يا بقى لي كتير قوي ما قعدتش اشارك معاكم قصص زي ده. ده طبعا بغض النظر عن الديسك العبقري اللي انا عملته له ده. جبت البتاع ده وكان عندي من زمان وسايب وراكنه. عجبني المكان ده كده، مكان حلو بصراحه، شياكه. بس برضه هيبقى اشيك كتير لو في ماك بوك مريح. افتح لا بس الجاكيت حكايه والله. 350 جنيه من الوكاله. هي دي الصفقات. هتقول لي ماك ميني. يلا يا باشا، يلا انا كده خلصت. ده بقى اتفضل.